جدا. امام عاشور حتى هو اللي كان عامل لي اد على الفيسبوك، ولسه لغايه النهارده عندي على الفيسبوك. وقعدت معاه كذا مره وشفت مشاكل لامام. من ضمن الحاجات اللي انت بتقول لي اسرار ما ينفعش تخرج، شفت مشكله ضخمه لامام في الزمالك وما خرجتش، ومش هقولها لغايه احتراما النهارده. للجماهير واحتراما لسور النادي. واحتراما ليه هو كمان، طيب عشان المشكله كانت كبيره. كنت فامام، بتحبه وما زلت والله؟ امام لعيب ناجح، من احسن اللعيبه في مصر، احسن لعيب وسط ملعب دلوقتي موجود في مصر، لكن هو مشي من الزمالك بشكل انا ما طيب بحبوش شوفوا الصوره خالص. الثانيه. كهربا. انتوا لازم تجيبوه عامل كده. كهربا لعيب كويس، لعيب فاد الزمالك كتير، لعيب ادى للزمالك فلوس كتيره جدا جدا، في اعراض كتير، دخل ارقام ضخمه جدا. مفيش حد في الزمالك في تاريخ الزمالك دخل فلوس قد كهربا حزين ان للنادي. الاثنين راحوا الاهلي طبعا. ايه، حزين ان الاثنين راحوا الاهلي كزملكاوي. بص الطريقه اللي بيمشوا بيها الزمالك ما بيقفش على حد. وبعد ما كهربا مشي الزمالك خد بطولات كتير، وخد كونفدريشن كاب او كونفدراليه، خد سوبر وخد دوريات وخد بطولات. طيب وكهربا راح برضو فريق كبير زي شوف الاهلي. الصوره الثالثه. معالي المستشار مرتضى منصور. مم. ظلم نفسه. ظلم نفسه. مم. ظلم نفسه ظلم وحش عمل معاك ليك موقف معاه؟ كتير. طب احكي هو لنا موقف كده. يعني هو بيزعل مني لما اقول له ما ينفعش ان انت تبقى بتتخانق مع حد او بتخبط مع حد. يعني وقت الانتخابات، قبل الانتخابات كان باعت لي رسالة، وانا رديت عليه قلت له كفاية، النادي اتقسم، النادي بقت الجماهير كلها فقدت الهوية، كفاية مشاكل وكفاية صراعات بين ناس سابقة وناس موجودة. وهو ما تقبلش ده خالص، شاف ده يعني ان هي حاجة مش حصل كويسة. تصادم بينك وبينه قبل كده؟ اه كذا مرة. كذا مره، احكي لنا تصادم كده حصل. يعني اخر تصادم قريب بعت لي قال لي ان انا خنته مع حسين لبيب، بعد ما ولا ساب بعد ما المجلس. ساب النادي. قال بعد لي ما ان ساب النادي. انا قعدت مع حسين لبيب ومش عارف ايه كده، وكان يعني ادى كلام. بس ما اقدرش ارد عشان حكم السن يعني، لكن في الاول وفي دي كل الاخر احترامه طبعا. هو طبعا ليه احترامه، وضاف للزمالك كتير. بس للاسف شديد كل الحاجات الكويسه اللي عملها كان في حاجات صغيره قوي بتحصل بتبوظ ده. ففي النهايه انت شفت الجمهور ما تقبلش ومرضيش، وكل الناس يعني بقت ضد وجوده يعني. كل الناس بقت ضده. خسر كل الناس، خسر خسر اللي كل الناس، بيدعموه يعني انت واللي عايز تقول ان مش. معالي المستشار مرتضى منصور خسر كل الناس؟ خسر. بص، هو في ناس كتير بتحبه، وفي ناس كتيرة بتحترمه، وانا بحترمه، وانا بحترم كل الناس حتى اللي مختلف واللي متفق معاه. بس هو خسر نفسه الناس اللي بتدعمه، الناس اللي هي طيب بتبقى ظهره، الكلام شوفوا ده الصوره يعني. اللي بعدها. طيب هو ايه؟ معالي المستشار برضه محمد صلاح محمد صلاح. انجح رياضي في تاريخ مصر يعني، حقق كل حاجة، وصل لحاجات كتيرة جدا، قدم مستويات عظيمة في يعني، عمل ارقام كتيرة قوي قوي. ناقصه ان هو يبقى مع شايف الهجوم المنتخب. الاخير عليه كان مبرر؟